السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. تعالوا يلا النهاردة نعمل سمك مقلي بأحلى تتبيلة، بطعم، بقرمشة، حاجة من الآخر. عندنا هنا كيلو سمك متنضف، نضفناه كويس ونقعناه في ملح وكمون وليمون، ونسيبه منقوع شوية. طبعا مش هنسيبه منقوع قوي، او حطوه في التلاجة عشان الجو حر وكده. خليكم معايا ننقع السمك ونرجع مع بعض. حبايب قلبي، رجعت لكم تاني بعد ما نقعنا السمك شويه، عذرا. هنا حطيت ملح وكزبره وكمون طبعا اساسي، وبهارات سمك لو عندك، ما عندكيش مفيش مشكله. حطينا فلفل اخضر واحمر وتوم. تمام، وكده بيكون الخلطه بتاعتنا في منتهى الجمال. انا بحب احط حتت طماطم صغيره، حبه حبه مش حبه، دي اذواق. انا بحبها في الخلطه. وضربناهم في الكبه بالمنظر ده. ويلا عشان نتبل السمك. هنحطه في الدقيق، وعشان لو انت عايزاه مقرمش هتبلي السمكه ميه وترجعي تحطيها في الدقيق تاني، بيديكي كفر قرمشه جميل قوي. وهنعمل مع بعض رز الصياديه بتاعت السمك. يلا بينا، خليكم معايا. هنا يا حبايب قلبي هنعمل الرز الصيادية. طبعا عندنا بصلاية كبيرة هنقطعها على حسب ما تحبي، بس انا مبحبهاش اعملها في الكبة، مبحبش اعملها رفيعة اوي، انا حباها كده. وهنحط معلقة سمنة، شوية زيت صغيرين، انا عامة بحبها بسمنة بس. وفي لو عايزة يعني براحتك، انت ده يرجعلك، عايزة زيت بس سمنة بس حطيهم شوية وشوية براحتك. وهتقلبي لحد ما لونها تبقى هنا يا حبايب قلبي. البصلة كانت احمرت والحمد لله. ابني طبعا دخل لبخني كالعادة، ما لقيتني فاصلة الكاميرا وانا بصور. فهنا أنا اللي عملته ان انا حمرت البصلة كويس، وبعدين حطيت الرز يتشوح معاها بالبهارات طبعا، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، وشوية والملح. وبعد كده بنحط المية بتاعتنا عادي، والطبخ بطريقة العادية خالص. وطبعا انا عاملة كمان رز ابيض عادي. إن عندي جنب بحب الرز الصياديه وجنب ما بحبش، او انا عامه بحب الرز الصياديه وحبيت ابني الكبير فيه. اما جوزي ما بحبش الرز ده، فعمل رز ابيض. وخليكم معايا بقى عما نكمل السلطه. وهنا حبايب قلبي عملنا شويه سلطه خضراء. طبعا في نوع بيحب فيها بصل ونوع لا، ده براحتكم طبعا. واستنونا نخلص السمك. وكده يا حبايب قلبي قلينا السمك، طبعا قرمشة باينة وحلاوة السمك باينة. وطبعا بقى معانا تتبيلة كده بتزيني بيها على الوش، بيدي طعم حلو للسمك. ولسه الرز اخر حاجة على النار، وبكده نكون خلصنا السمك والرز والسلطة. كده يا حبايب قلبي وصلنا لاخر الفيديو. طبعا رز الصياديه بتاعنا الجميل، وطبعا عامله رز ابيض زي ما اتفقنا، وعندك السمك المقلي طالع مقرمش وبطريقه جميله جدا، والسلطه الخضراء، والف هنا. جربوها واستودعكم الله.